السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض فطار خفيف مش هياخد منك وقت ولا مجهود خالص. يلا بينا نشوف ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هبدأ بيها وهي خلطة المحشي زي ما تعودنا دايما وعملتها قبل كده. البصل مفرومة، عليها ملح، كمون، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، بابريكا، وكل البهارات الحلوة اللي دايما بنحب نحطها، توم باودر وبصل باودر. والمرة دي مش هعمل طماطم مبشورة، هنزل بالصلصة الحلوة بتاعتنا اللي احنا فرزناها قبل رمضان مع بعض، تديها لون وطعم حلو قوي. هنزل كده بخضرة مشكلة، شبت وخضرة وبقدونس، هقلبهم مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من التوم، تديها ريحة حلوة قوي. وبعدين هنزل عليهم بشوية من الزيت كده وهقلبهم مع بعض. وبعدين هننزل بالرز الكمية حسب ما انت عاوزة. ويا ريت قوي يعني لو تسيب الخلطة دي شوية كده مع نفسها، يعني بتبقى ريحتها وطعمها حلو قوي لما بتتساب شوية. دلوقتي هنيجي للكوسة بتاعتنا اللي احنا فرزناها مع بعض قبل كده قبل رمضان. شايفين يعني طالعة من الفريزر، يعني حلوة قوي زي ما هي كده، وبتسهل عليكي انك انتي تعملي الاكل بسرعة. الفلفل زي ما هو اهو، والكوسة هجيب كده الفلفل. يعني انا الخلطة عملتها الاول زي ما قلت لك قبل كده، تعمل خلطة الاول وبعدين تجيب الفلفل تطلعيه من الفريزر هو والكوسة. لو حابة تعملي محشي كوسة وفلفل مع بعض اهو. والكوسة هتحشيها بكل سهولة، يمكن اسهل ما بتكون لسه طازة. بالمعلقة كده اهو بتحشي كده بكل سهولة، وبالمعلقة من ورا كده احاول ان انا انزل الرز الاخر حاجة في الكوسة، علشان ما تبقاش مليانة من فوق وفاضية من تحت كده بالشكل ده اهو زي ما انت شايفة كده. وعلشان يكون رص المحشي سهل عليكي، ارفعي الحلة كده على اي حاجة وترصيهم كده فوق بعض فوق بعض، بيسهل عليك قوي اهو بكل سهولة. انا رافعة يعني ساندة الحلة على الحيطة اهو، ترفعيها تحطيها يعني ما يقعش منها ابدا. بتسهل عليك قوي، ما يفضلش يتزحلق منك كل شوية. وده شكله بعد ما استوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكله حلو قوي وطعمه حلو قوي ويفتح النفس بصراحة. دلوقتي بقى هنيجي للجلاش، هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وسريعة. معايا حوالي نص كيلو من اللبن، عليهم علبة ونص زبادي. هدوبهم كده مع بعض. بصراحة انا بحب الطريقة دي قوي، خفيفة جدا، يعني ولا تحطي ورقة ورقة ولا تتهني ورقة ورقة، ولا يعني بتكون تقيلة قوي بصراحة على المعدة. اما الطريقة دي بتكون خفيفة يعني وطعمها حلو قوي. حطيت كده حوالي نص كوباية من السمنة، خليت منهم 4 5 معالق من الزيت، وجبت لفة الجلاش كده قطعتها. هتقطعي كده الجلاش بكل سهولة. انا قطعت حوالي يعني لفتين من الجلاش بالطريقة دي، وهاخدهم كده احطهم في صينية. وهرش عليهم السمنة كده، يعني حوالي 5 معالق من السمنة كده، مش كتير. وبعدين هبتدي ان انا افركهم كده مع بعض علشان يتشرب معايا كده كل الكمية كده، تشرب السمنة كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة. وبعدين هجيب صينية وادهنها سمنة، وبعدين هبتدي ان انا احط كمية كده من الجلاش بالطريقة دي. وبعدين هبتدي ان انا اسويهم، وبايدك كده او باي حاجة تحاولي ان يعني تضغطي عليهم في الصينية كده كويس
اهو باي حاجة كده او بايدك تضغطي كويس جدا. بعد ما ضغطت عليهم كويس بايدك كده هتحطي نص الكمية اللي احنا عملناها من اللبن والزبادي والسمنة، وتحاولي كده كل حتة في الصينية تشرب معاكي الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض دي. الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض دي يعني بتخلي ريحة الصينية حلوة قوي وطعمها حلو قوي. اهو بعد ما خلصنا كده هجيب بقى اللحمة المفرومة وهفردها في الصينية بالشكل ده كده. وبعدين هبتدي دلوقتي ان انا احط باقي كمية الجلاش بالشكل ده كده. هتفرديه فوق الحشوة كده، والحشوات طبعا اختياري، صدوق، جبن، لحمة مفرومة اللي انت حباه. وكده حطينا باقي كمية اللبن، الخلطة اللي احنا عملناها كلها كده، شربناها كده للصينية كلها كده زي ما انت شايفة كده. وبعدين هتدخليها الفرن، هتاخد لون ذهبي حلو قوي معاكي. وخلاص كده خلصنا الفطار. يعني ما خدش وقت خالص، يمكن انا عاملاه تقريبا كده كانت حوالي الساعة 4، ما خدش وقت مني خالص. مع المحشي وصينية الجلاش طعمها حلو قوي، وفرختين كده حلوين، والملوخية الحلوة بتاعتنا. ودي كانت سفرتنا في رمضان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.